السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله نازله لكم بفيديو جديد، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وفيه تفاصيل جديدة خالص. معانا النهاردة هنعمل البصارة وفيها شوية تكات جديدة بإذن الله، وبإذن الله الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه حتى لو بحاجة بسيطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ان شاء الله انزلي دوس على اللايك ودوس على الاشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد، وما تنسنيش تكتبي لي كومنت حلو زيك. صلي على الرسول في الكومنتات علشان اي حد يشوف التعليق بتاعك تكسبي حسنات وانت قاعدة في بيتك ان شاء الله. هنعمل النهاردة زي ما قلت لكم البصارة بتكات بسيطة جدا. هنا بغسلها كويس خالص، ولازم تاخد معايا فم واتنين وعشرة علشان خاطر تنضف خالص. يعني هي عاملة زي العدس كده، العدس لازم نديله فم واتنين علشان ينضف معايا ويبقى تمام. هنا غسلتها كويس خالص وهرفعها على النار بإذن الله، وهنزل هنا بطبق بإذن الله بلاستيك، وحطيت فيه هنا الكزبرة. هتقولي لي هتقولي لي هنا البصارة هتحط لها كزبرة؟ هقول لك ايوه بتحط لها كزبرة، وفي ناس بتحط لها كمان سنة شبت، وبتبقى حلوة خالص خالص خالص. وممكن انت تعمليها البصارة ليها كذا طريقة على صل فكرة. على محمد. عليها افضل الصلاة والسلام. البصارة ممكن انت تعمليها على كده من غير شبت، وشوية كده ملوخية ناشفة في الاخر وخلاص. بس انا بحب اعملها بالطريقة دي، وجربوها وبإذن الله والله هتبقى معاكم تحفة. هنجيب هنا حزمة واحدة، ربطة واحدة، اللي هي الكزبرة الخضراء، وهنغسلها كويس خالص وهنقطعها مع قرن فلفل حامي. والقرن فلفل ده مش هيعمل اي حاجة ولا هتحسي بيه خالص في الاكل. وبعدين بعد ما يتغلوا كويس على النار هرفعها من على النار وهضربها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، وارجع احطها تاني على النار، ارفعها على النار وبعدين احط لها شوية مية. هنا انا عملت شوية بتنجان علشان ما ينفعش البصارة تتاكل على كده. طبعا حطيت لها هنا شوية مية، زودتها شوية مية علشان خاطر تاخد كام فورة كمان، علشان هحط لها هنا معلقة ملوخية. وممكن الاستغناء عنها عادي، بس انا بحط لها حاجة بسيطة. انا ما بحبش الملوخية فيها كتير، بس هي معلقة واحدة ما فيش غيرها. حطيت هنا مرق الدجاج. هتقولي لي برضو مرق الدجاج في البصارة ازاي؟ هقول لك جربيها وان شاء الله هتدعيلي. حطي مرقة الدجاج وبرضو بغنى عنها عشان في ناس ما بتحبهاش. وهنسيبها على النار لغاية ما تغلي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا طبعا هنا خلاص يعني يعتبر طلعت حطة ودي التانية من البتنجان، قليت بتنجان وفلفل. وهنا خلاص يعتبر انا الحلة بتاعت آه، البصارة هنا خلاص جهزت معايا. حطيت لها هنا شوية ملح علشان لو تتذكر من اول الفيديو ما حطيناش ملح، ورفعتها من على النار خلاص كده استوت معايا. نزلت هنا بعد ما خلصت القلية بتاعتي بكان الزيت بتاع القلية، نزلت هنا ببصلتين كبار حلوين، وهاخدها قليب علشان خاطر انا هطشها بالبصلة بإذن الله. هنا خلاص خلصت زي ما انتوا شايفين معايا البتنجان والفلفل، وقطعت كمان طماطم. جبت طبق، وطبعا كنت فرمة شوية توم وحطيت عليهم شوية خل وشوية مية وكزبرة ناشفة وليمونة. وطبعا هنا هتبل الكلام ده كله، وممكن انت تقدميه على كده بشوية ملح وشوية كزبرة وخلاص. بس انا بحبها كده انا والعيال، شوية خل وليمونة وشوية مية وشوية كزبرة وشوية ملح، وبتبلها زي ما انتوا شايفين. يعني بسم الله ما شاء الله، اديكم شايفين منظر قدامكم يعني اللهم بارك. طبعا هنا لازم أكلة البصارة بتحب التحابيش اللي حواليها زي كده، ولو عايزة تقلي بطاطس جنبيها ما فيش مشكلة برضه. لو وصلت معايا هنا للفيديو ما تنسيش تكتبي لي كومنت علشان تفرحيني. هنا خلاص البصلة بتاعتي اتحمرت خالص، هاخد منها كده شوية حوالي زي نص الكمية، هخليها كده على جنب علشان بحب ازين بيها البصارة. طبعا وهنا باقي البصلة طبعا هطش بيها البصارة خلاص خلصت معايا كده وخلاص. انا بطشها زي ما انتم شايفين. في ناس بتحط لها تومة، طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا بجيب حوالي 5 فصوص توم وبرميهم مع الشبت علشان خاطر اطعمها برضو بسنة التوم.
بس هي ما طبعا معروفة البصارة بتطش بالبصلة المحمرة. طبعا البصلة اديكم شايفينها كده باينة وظاهرة في الحلة، عشان انا دلوقتي لسه طافية عليها، لكن انت لو سبتيها كمان شوية البصل ده كله مش هتلقيه تماما. انا بحب هنا ازينها بالبصل، وعيالي بيحبوها بالبصل برضو. ده انا كده انا حاطة حاجة بسيطة، لكن انا بحب ارشها على الوش. بس انا حبيت اوريكم الطبق وزينة الطبق. ايه رأيكم؟ بإذن الله يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا انتوا استفدتوا منه حتى لو بحاجة بسيطة. وما تنسنيش زي ما قلت لكم في الكومنت، وما تنسنيش ان انت تضيفي لي اشتراك، وعلشان القناة بتاعتي تكبر، انا محتاجاها فعلا تكبر. انا والله بتعب جدا في الفيديوهات، بس مش بلاقي برضو الكومنتات، ومش بلاقي اللايكات ويعني برضو ايه، احنا ادينا بنحاول والباقي على الله. ما تنسنيش، ولو وصلت لهنا مش شاكرة خالص على المشاهدة، وانتظريني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.